السلام يا زعمي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو. هذا الجزء هو الجزء الثاني ديال الحديقه الوطنيه ديال الرباط. اللي ما تفرجش في الجزء الاول راه غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. كيف ما ذكرت لكم في الجزء الاول، فان الحديقه هي اكبر حديقه في المغرب، وهي ثاني اكبر حديقه في افريقيا. المساحه ديالها كتوصل 50 هكتار. ودابا وصلنا عند الزرافه، زرافه روتشيلد. هذا النوع كيتواجد منه غير 700 فقط. براري السافانا كاين في كينيا واوغندا، وفي السابق كانت في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، ولكن للأسف انقرضت منهم. زاد واحد الحاجة في الحديقة، إلا بغيتي توكل الزرافة خاصك تخلص 50 درهم، خاصك تجي توكلها مع 12، وهذه ما كانتش من قبل. زادوا فيها بزاف الحديقة، لأن هاد الأثمنة اللي قلت لكم في الأول راه ما كانتش، كنا كندخلو غير ب50 درهم للواحد، دابا ولات ب70 درهم. وهنا كاين تعبان حدوة الحصان، وهاد الثعبان قالك غير سام. وهذه هي بلاصة الفيل الإفريقي. في الطبيعة كيتواجدوا جوج الأنواع من الفيالة، كاين الفيل الإفريقي والفيل الآسيوي. بالنسبة للفيل الإفريقي فهو أكبر الحيوانات البرية، وودنيه أكبر حجما من ودنين الفيل الآسيوي، والسبب اللي خلى ودنيه كبار هو أنهم هما اللي كيبردوا عليه الجسم ديالو. الفيل بطبعه اجتماعي مع الناس، كياكل في النهار 150 كيلوغرام من النباتات، والوزن ديالو كيكون ما بين 5500 كيلوغرام حتى 3700 كيلوغرام. تبارك الله وصل عن بيه. كيعيش تقريبا ما بين 60 حتى 70 سنة. أخرى وهذا هو بلارج. النمر. النمر هو أكبر السنوريات حجما، وكتواجد 6 سلالات في الطبيعة، واللي كيتسمع الهادر ديالو على بعد 3 كيلومتر، وكتوصل السرعة ديالو حتى ل 65 كيلومتر في الساعة.
صباح الخير. وهنا كيف ما كتشوفوا جمجمة الفيل، شوفوا تبارك الله قداش. هاد الجمجمة اللي كتبان لكم ديال الفيل الافريقي كتقدر توزن 180 كيلوغرام. وهنا كيتواجد النسر الاسمر. النسر الاسمر اللي كيعيش في المناطق الجبليه والمنحدرات الصخريه والسهول المفتوحه، وهو شبه مهدد بالانقراض. كيعيش تقريبا من 30 سنه حتى 40 سنه. وحده النسر الاسمر كيتواجد مباشره في قرب المندريل اللي كيبلغ طول الانياب ديالو حوالي 6 سنتيمتر. وهو كيتميز بالقوه ديال الفك ديالو اللي كتعادل قوه فك النمر الافريقي. قرد المندريل كيعيش تقريبا من 15 سنه حتى 20 سنه، هذا هو الامد الحياه ديالو. وإحنا دابا في اتجاه المناطق الرطبة اللي فيها الغابات الاستوائية. اللي مازال متبع معايا الفيديو ما ينساش يدير واحد اللايك واحد الاشتراك للقناة ويخلي شي تعليق يكون زوين بحاله. هادو اللي كيبانوا لكم دابا هنايا راهم المطاعم اللي يمكن لكم تاكلوا فيهم اللي على اليمين وعلى اليسار. ملي شفنا الأثمنة زايدين شوية. وهنا كاين التمر الأسود. التمر الأسود اللي كيتغذى على النباتات والحشرات، كيعيش تقريبا 10 سنوات. فينا هو التمر الأسود، هنا كيبان لنا غير البط الأبيض. وهنا كاين الجاموس الافريقي. الجاموس الافريقي اللي كيجري بسرعه 60 كيلومتر في الساعه، واخا الوزن ديالو كيوصل 900 كيلو. وهذا هو التمر الاسود.
وهنا على الجزء الثاني. تسناوني في الجزء الثالث ديال الحديقة ديال الرباط. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم.